الوصفة اليوم بسيطة وسهلة، ما فيهاش كركبة ولا زحمة ولا أصناف كتير، بس فيها كل الفوائد. يعني الطبق هيبقى كل واحد طبق كده على السفرة، الطبق بتاعه هيبقى مفيد جدا وممتاز. عندي اللحمة هنا لحمة ستيك أو لحمة متقطعة شرايح رفيعة. طبعا اللحمة هنا متقطعة كبير لأن هي بتكش شوية. هنحط عليها الصوصات بقى. عندي هنا صوص الباربيكيو، عندي صويا صوص، مستردة. وبدأت ان انا هحط ملح وفلفل، بس ما كترش الفلفل الاسمر، شوية كده حاجة بسيطة خالص، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وعندي كمان الحبهان، معلقة صغيرة من الحبهان واللي هو الهيل المطحون مع اللورا المطحون. انا بعملاه في البيت، بسم الله ما شاء الله، ريحته تحفة جميلة جدا. مش متوفر، بنحط شوية من الزعتر الفريش او الزعتر دوت. يعني ما شاء الله بنفركه كده في ايدينا، بتطلع ريحته بتكون جميلة جدا جدا في الوصفات. وكمان مفيد صحيا. هقلب بقى الكلام ده كله بالشكل ده، تقليبة كويسة كده. ادخل كل الصوصات والمكونات مع بعضها كده، هسيبها كده ساعتين في التلاجة ولا 3 ساعات. اغطيها بالشكل ده، وهبدأ ان انا اسيبها في التلاجة ساعتين، 3 ساعات، ساعة. يعني ممكن تعملي في ساعتها، بس الافضل عشان الطعم يتغلغل يعني في اللحمة. تمام. حطيت هنا معلقة من الزبدة، وبدأت ان انا اشوح اللحمة بتاعتي واطمن كويس قوي ان هي استوت معايا. تمام. ممكن بعد ما اشوحها كده اسيبها على النار شوية لحد ما تستوي مع معلقة سكر صغيرة، تستوي معايا كويس. وبعد كده هحطها في صينية بالشكل ده، الصينية اللي هحط معاها البطاطس. جبت بقى البطاطس كده مقطعاها شرايح، مقطعاها مثلا صوابع، بس لو صوابع هتكون سميكة شوية، تخينة، الطريقة اللي انت عايزاها. عندي بقى هنا طماطم بيوريه. الطماطم دي احسن كتير، افضل من في الوصفة، يعني في الوصفة بتاعتنا، من صلصة الطماطم الفريش. تمام. حطيتهم كده مع مية سخنة، مية سخنة مش مية باردة، ومعلقة زبدة. وهبدأ ان انا احطها على البطاطس واللحمة بالشكل ده، وهغطي بقى كده، وهحطها هحطها على النار. انا حطيتها على النار، ممكن تحطيها في الفرن. انا حطيتها هنا على النار طبعا مع السوائل والحاجات دي. اللحمه مستويه كويس طبعا قبل كده. وعملنا بقى رز ابيض بالشكل ده. طلعنا بقى الصينيه بتاعتنا ما شاء الله استوت كويس قوي، والطعم والريحه ما اقولكوش بقى، مش عارفه يعني اقول لكم ايه. بسم الله ما شاء الله. تمام. كل واحد طبق كده، ولا دربكه ولا زحمه، والطبق شامل فيه كل حاجه، وكمان الزيتون، وبالهنا والشفا.